المستوى الروحاني فأنت تعلم حين تكون في امتحان تسأل نفسك سؤالا: لماذا؟ ما الذي تفعله هنا؟ ما الذي نفعله هنا؟ نحن هنا بتفويض من أجيال. هناك أجيال من اليهود حلموا أن نأتي لهنا، وأجيال من اليهود سيأتوا بعدنا. لذلك أنت تسألني إن كنت أشعر بتفويض تاريخي وروحاني، فالإجابة هي نعم. لا أريد أن أورطك بملف في المحاكم مرة أخرى، لكن هذه رؤيتي، أحد الأمور التي حلمت بها. خريطة الأرض الموعودة آن الأوان، اسمها يورشليم. لا أمنحك إياها لك، بل لزوجتك سارة، كي لا تتهم بأخذ الهدايا. هل أنت تؤمن بالرؤيا؟ جدا، حقا جدا، رؤية إسرائيل الكبرى. إذا كنت تسألني، فأنا دائما أذكر والدي. جيل والدي كان ينبغي أن يؤسس الدولة، أما جيلنا فهو الذي عليه ضمان استمرارها. هذه هي مهمة كبرى، وأنا تجندت من أجل هذه المهمة، أنا وعائلتي، مع تضحيات غير بسيطة. واعلم ما تبين حاليا هو أن الجيل الذي أسسناه هنا قد تجند هو أيضا، وهو يدرك ذلك جيدا. وأنا أحيي جنودنا وعائلات القتلى والمصابين الذين ألتقيهم، والأمر صعب على التصور.